ألواح الويجا قوة خارقة أم تأثير نفسي؟ أكيد سمعتوا عن ألواح الويجا أو لعبة الويجا قبل كده، وهل المتحكم فيها الأرواح والشياطين؟ وليه اللي بيستخدمها بيصيبه مس؟ ولا هي مجرد خرافة؟ الموضوع غريب ومثير للجدل ومحير في نفس الوقت، وأكيد وراه أسرار كتيرة وتساؤلات أكتر بتدور في عقولنا. طب إيه حقيقتها؟ أصلها؟ مين اخترعها؟ طب ليه رغم إن ذكر اسمها مرتبط بالأرواح والمس الشيطاني إلا إن الناس ما زالت مقبلة عليها وعلى تجربتها، وخصوصا بين فئة الشباب؟ وهل هي فعلا قوة خارقة ولا مجرد تأثير نفسي؟ السلام عليكم أعزائي المشاهدين، معكم يوسف من قناة مدينة الخبراء. من المعروف أن لعبة الويجا عبارة عن لوح مسطح من الخشب مكتوب عليه الحروف والأرقام بالإنجليزي. الحروف على اللوح من فوق وتحتها الأرقام من رقم 1 لرقم 9، وموجود فوق اللوح قطعة مستقيمة صغيرة يقال إنها شبه كف يد الطفل، وفي وسط القطعة دي ثقب بحيث يظهر رقم أو حرف أثناء اللعب، وعلى اليمين من فوق كده كلمة نعم، ومن على الشمال كلمة لا، وتفاصيل أخرى، ولكن ده مش أساس موضوعنا. بس هجاوبكم على الأسئلة اللي طرحتها في البداية. إيه هي حقيقة ألواح الويجا؟ ألواح الويجا أو لعبة الويجا بيرجع أصلها لدولة الصين، واللي بيعود تاريخها لسنة 1200 قبل الميلاد، وعثر على أول لوح مشابه لها سنة 1100 بعد الميلاد. والكلام ده مذكور في وثائق تاريخية تعود لعهد أسرة سونغ الصينية أو سونغ الصينية. أسلوبها يعرف باسم فوجي، ومعناه الكتابة على اللوح الصغير أو الاتصال بالأرواح والموتى، أو لوح الحديث، وكان ليها مركز بتمارس فيه هو ومدرسة شيوان، وكان بتمارسها بعض الحضارات والعصور زي حضارة الهند، اليونان، العصور الوسطى في أوروبا، الإمبراطورية الرومانية. زي ما قلنا إن أصل الويجا بيرجع للصين، فهي نشأت على يد كهنة صينيين من إحدى الديانات الصينية اللي بيتبعوا أو يتبعوا سلطة الحاكم في الوقت ده. كانوا بيستخدموا نوع معين، وكان الكاهن يتمتم ببعض الكتابة التلقائية من الكتابة، وكانت تسمى الصلوات والكلمات الغريبة، وكان بيمسك عصاية مخصصة لحضور الأرواح دي، وتبدأ الأرواح بالكتابة عن طريق إيد الكاهن بدون تدخل منه. وكانت الأرواح دي بتوضح للكائن أشياء أخرى. في نهاية القرن 19 كانت أرواح الفوجي مشهورة، وكانت تعتبر بدعة بالنسبة للناس، ولكن اللي خلى شهرتها تزيد أكتر في نفس الفترة هو محامي أمريكي يدعى إيليجا أو إيليا بوند، لما عمل تقديم براءة اختراع لألواح الفوجي سنة 1980، وتم الموافقة على طلبه، وبدأ يبيع الألواح دي على أنها لعبة وأنها جالبة للحظ، وزاد انتشارها في السوق الأمريكي سنة 1981. والسؤال الثاني بعد انتشار ألواح الويجا على إنها لعبة ومعروفة أصل نشأتها، هل لسه في اعتقادكم إنها حقيقية مش خرافة؟ طب إيه أسبابها إلى الآن؟ أعزائي المشاهدين، لا يوجد أدلة تؤكد أو أي دليل على كده، أو أي دليل يأكد على إن اللعبة حقيقية أو خرافة، لأن بعض من الأشخاص اللي جربوها أكدوا إنهم تواصلوا مع الأرواح، والأرواح تواصلت معهم، والبعض الآخر رغم توافر شروط اللعبة إلا إن اللعبة ما تحركتش إطلاقا. حتى العلماء بعد أحدث الأبحاث في تجاربهم على أجسام صلبة المؤشر اتحرك، وده بيأكد إن مفيش قوة خارقة وإنها مجرد خرافة. وأبحاث تانية أكدت إنها في الحقيقة نتيجة عن العقل اللاواعي لمستخدميها، وبيتحرك المؤشر مع طاقة عقلهم. ولكن من الكلام اللي قلته دلوقتي أكيد عرفتوا إجابة السؤال الأخير أعزائي المشاهدين عن إزاي وهو إن ألواح الويجا ليست قوة خارقة وإنما تأثير نفسي. التأثير النفسي هنا بيدعى بشيء اسمه الإيديوموتور أو التأثير النفسي الحركي، بيعرف باسم التأثير النفسي الحركي، ويقصد بمصطلح الإيديوموتور مصدرها الحركة، وإن تأثير الفكر الحركي عن حركات يؤديها الشخص دون وعي، وبالتالي إن المسؤول عن حركة مؤشر اللعبة هو فكر مستخدمها مش قوة خارقة ولا حاجة. وده تأكيد تاني وتأكيد أخير بعد قراءة ومشاهدة مصادر كتير، وجدنا إن مستخدمي الويجا في كل الأحوال بتترك لهم تأثير نفسي، سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر.
وممكن تهيأ لهم أحداث مخيفة بتوصلهم لانهيار عصبي شديد، وكأن اللعبة بتنتقم من اللي بيستخدمها، لأن الاضطراب النفسي الناتج عنها بينهي حياة الأشخاص إما بالانتحار أو ارتكاب الجرائم أو دخولهم المصحات النفسية. وكأن وجود الوجه هدفها بس تسبب أذى لأي حد بيستخدمها ولو على سبيل التسلية، وتنهي حياته فورا بطريقة مأساوية. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان تستفيدوا ويوصلكم كل جديد. دمتم بخير أعزائي المشاهدين.